يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال والمانجا، صباح القشطة، صباح السكر، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا صلوا على النبي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بتعملي ايه حلو يا أم تغاريد؟ جايبة حلة ومقطعة بصل وحاطة فيها زيت، قولي لنا بقى بتعملي ايه حلو النهاردة؟ هنعمل مبكبكة بالسجق. والوقت نزلت بالبصلة قطعتها قطع صغيرة في الحلة. قلتلكوا قبل كده عيالي ما بيحبوش البصل الكبير. ونزلت بشوية زيت، وشايفين بقى هفضل اقلب فيها اقلب. ايديا وجعتني، عملت بايدي التانية. هفضل اقلب فيها لغاية ما تديني لون دهبي اصفري حلو كده. وبعد كده هنزل بالطماطم، كنت فارمة طماطم ومصفياها وكل حاجة جاهزة معايا. الطماطم بجيبها بفرمها واجهزها واصفيها في طبق معايا عشان تبقى جاهزة على طول. والوقت بقى انا عماله اقلب في البصل عشان ما تتحرقش مني وتتلهب مني. وكنت مجهزه معايا الطماطم، والوقت نزلت بالطماطم معاكم اهو. وهنزل بقى ايه بالبهارات بتاعتها. ماشي يا حبايبي، دي طريقه المبكبكه بالسجق. سهله سهله خالص وجميله، واكله سريعه ومش صعبه يعني ولا حاجه. وبعد كده اكون مجهزه معايا طبق فيه شويه كمون وشويه كزبره والسبع بهارات ومكعب مرقه وشويه ملح. دي البهارات بتاعتها. ماشي يا حبايبي، قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. تترحمي على أمي وأبويا وموتانا أجمعين يا رب العالمين. معلش يا حبايبي لو أنا صوتي متغير شوية، أنا كنت واخدة دور برد وتعبان. والطماطم بتاعتي انا ما بنشفهاش قوي، بسيبها طريه شويه، يعني مش لازم اخليها تتسبك قوي. وبعد كده هجهز معايا نص كيلو سجق بلدي. وبعد كده هنزل بيه. وبعد كده هسيبه شويه هقلبه بالراحه عشان ما يتهريش مني. وبعد كده هجيب كيس مكرونه وهسقطه معايا. وهقلبها بقى وتاخد وتدي بشكل ودي. وانا الوقت هنزل السجق واحد واحد كده عشان ما يتهريش مني. ما شاء الله كانت جميله وريحتها قلب الشارع. وقطعت قرن فلفل. بس ما شاء الله كانت حلوة قوي. بألف هنا يا رب لكل اللي كل منها. شايفين بقى انا هقلبها بالراحة عشان ما يتهريش مني. وبعد كده هنزل بكيس مكرونة. هي دي المبكبكة بالسجق. كانت جميلة. والوقت بقلبها بالراحة عشان ما تتهريش مني. والمكرونة لما اسقطها ايديا فيها على طول. لازم اقلبها عشان ما تلزقش مني. واحط قيمة كوبايتين مية. هي دي الطريقة سهلة وجميلة وبسيطة. قلنا تغيير كل يوم بنختار على الأكل. لا المرة دي عملنا كذا، لا عملنا بامية، لا عملنا محشي. قلنا هنغير هنعمل المبكبكة بالسجق. والوقت نزلت بالمكرونة. ما شاء الله ولازم ايديا فيها على طول عشان ما تلزقش مني. وبعد كده احط كوبايتين ميه واسيبها بقى تتهد عليها وتاخد وتدي بشكل ودي. بتاخد يا حبايبي على البوتاجاز يجي ربع ساعة ما بتغيبش. والوقت نزلت بكعب المرقة والبهارات بتاعتي ورقة اللوري. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة. قومي يا حبايبي انتوا وهي يلا شجعوا واعملي طبق مكرونة حلو بالسجق كده. وكوبايتين المية اللي هحطهم لازم تكون مغلية. غليتها في البراد والوقت بنزل بالمية. وبعد كده طول ما انا واقفة لازم اقلب فيها عشان ما تلزقش مني. لازم ايديا فيها على طول وما بتاخدش حاجة. والوقت قطعت قرن شطة بس طبعا ما حطيتهوش كله عشان الشطة بتاعتي حامية. انا ما بجيبش الشطة بتاعتي الا لما بتكون مولعة. اقطع نص وبعد كده احوش الباقي. وهقلبها حلو وتاخد وتدي بشكل ودي. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. وبعد كده بعت ابني قلت له روح هات جلاش عشان نعمل جلاش باللحمة المفرومة. وبعد كده عصج معايا اللحمة عادي. وشايفين بقى انا عمالة اقلب فيه ازاي طول ما انا واقفة. والله العظيم عمالة اقلب فيها ايديا وجعتني. بس عشان ما تلزقش مني وتبوظ لازم طول ما انا واقفة كده اقلب فيها. شايفين بقى انا عمالة اوريكم السجق بقى والمكرونة وريحتها قلب البيت وما شاء الله. الوقت بقى هعصج معايا اللحمة بتاع الجلاش. قطعت بصلتين صغيرين. وبعد كده نزلت باللحمة. وهفضل اقلب فيها لغاية ما تديني لون حلو كده وتاخد وتدي بشكل ودي. ماشي يا حبايبي، قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. وقطعت عليها قرن فلفل أحمر وقرن شط. ما شاء الله كان نفسها جميل وريحتها جميلة. وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي شوية فلفل أسمر شوية كمون والملح وكل حاجة ونزلت بيها. وبعد كده هفضل اقلبها حلو كده واسيبها على البوتاجاز يجي 10 دقايق عشان اجهز الجلاش معايا وما شاء الله.
كل حاجة بتيجي بسرعة. والوقت تغريد عكت الصينية اللي هنعمل فيها، سيحنا السمنة عشان ما تبقاش مجمدة قوي، عشان هنفرش في أرضية الصينية 5 6 ورقات جلاش تحت، ومن فوق برضو يجي 5 ولا 6 برضو، وعمالة تسوي حلو ازاي بإيديها. ما شاء الله كان جميل، أكلة جميلة وبألف هنا. يا رب الكل اللي كل منها. شايفين بقى لازم كل ورقة وورقة لازم تعكها سمنة، تفرش الصينية حلو، وكل ورقة وورقة بالفرشة وتعكها سمنة حلو. وبعدين قلت لها ميالي انت بقى يا تغريد سيبي لي الصينية دي بقى كده، سيبها ليا وانا هتعامل معاها براحتي، ميالي انت بس سلكي لي الجلاش وانا هعملها انا. هتعملي يا ماما؟ قلت لها اه هو انا صغيرة ولا ايه؟ ولازم حلو أدهنها سمنة حلو، كل ورقة والتانية لازم تدهن حلو. ما شاء الله بالفرشة كده بقى، وإيه نازلة عمالة. شاطرة شاطرة يا ماما، هي بقى عمالة تقول لي شاطرة يا ماما، أقول لها إيه رأيك؟ ينفع يعني؟ قالت لي أمال إيه. قلت لها إياك وأنت بتسلكي لي الجلاش ورقة تيجي مقطوعة. تضحك، قعدت تضحك ورايا وهي عمالة إيه تصورني. قلت لها خلاص ماشي. والوقت بقى بجهز معايا، وبعد كده هنزل باللحمة. كانت اللحمة اتعصجت، بس انا بوريكم الطريقه خطوه خطوه. قلت لها شايفه اهي ورقه جت مقطوعه اهي، ايه يا ماما كانت لازقه ببعضها، هي بتقول لي كده. وبعد كده بقى نزلت باللحمه، فضيتها في طبق ونزلت بيها. ما شاء الله كانت اللحمه بتاعتها جميله، وبألف هنا يا رب الكل اللي كل منها. هفضل بقى افرد اللحمه كلها في الصينيه معايا عشان انزل بالجلاش اللي فوق. ما شاء الله. وبعد كده هكون مجهزه معايا الفرن فوق عشان يبقى ساخن، وما بتاخدش 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. بتولعي لها الولعة في الفرن، تهدي من فوق ومن تحت تعلي شوية. وما شاء الله أنا بقى عمالة أوريكوا. شايفين؟ إيه رأيكوا بقى في الست أم تغريد؟ وبعد كده بنزل بالراحة بفرش الجلاش بالراحة، عشان هو متصلب لازق في بعضه، وأنا عمالة أقول لها سلكيلي حلو، سلكيلي بالراحة. تقول لي خلاص يا ماما. وطبعا قلت لكم كل ورقة والتانية لازم تدهن سمنة حلو. ماشي يا حبايبي، قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. انا واقفه عماله اقول اه الورق ماهر اهو، تقول لي خلاص يا ماما بقى ما هيتاكل. متابعيني حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ وحشتونا قوي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، وتفرحوا بعيالكم يا رب، وما تشوفوا فيهم حاجة وحشة أبدا. دايما على طول قلنا متنساش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، وأهم حاجة اللايك، أهم حاجة اللايك يا حبايبي. يا ريت فيديوهاتي تعجبكم وتبقى خفيفة على قلبكم، وتدعموني أكتر وأكتر وتشجعوني. والله العظيم تعليقاتكم الجميلة دي هي اللي بتفرحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو، ربنا يفرح قلبها يا رب، وما تحرم منها أبدا. وتمر حنة حبيبتي ألف سلامة عليكي، ربنا يشفيكي يا رب ويحوش عني. حبيبة قلب تمر حنة يا رب، ربنا يخليكي ليا من تعليقاتك الجميلة، وكلكم أصلا تعليقاتكم حلو. متابعين حبايب قلبي كلهم تعليقاتهم جميلة وبتفرحني. ربنا يخليكم ليا يا رب، وتفضلوا دايما منورين القناة بتاعتي ومنورين حياتي. معلش والله انا واخده دور برد وتعبانه خالص، بس اتعودت ان انا اسجل لكم وانزل لكم فيديوهات على طول. والوقت بقى خلاص خلصت الصينيه خالص الطبقات بتاعتي، ودهنتها السمنه اللي كانت معايا. والوقت هقطعها كلها، بس لازم اقطعها بالراحه عشان الجلاش ما يتهريش معايا. شايفين انا ماسكه السكينه وماسكه الورق ازاي؟ خايفه العود يتهري منه موت. ماسكه ايد كده وايد كده، لازم اقطعها كلها. وبعد كده هكون مسخنه الفرن وهطلع احطها في الفرن على طول. والله يا حبايبي ما بتاخد 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. ما شاء الله أكلة سهلة وبسيطة وجميلة. قومي يا حبايبي انتوا هي يلا اعملوا بقى صينية جلاش باللحمة كده جميلة. زمانكم عملتوا كل حاجة حلو، أنا عارفة اللي متابعين شطار وبيعملوا أحسن حاجة. ما شاء الله. بألف هنا يا رب الكل اللي كل منها. والوقت أخلص تقطيع خالص، وأكون مجهزة معايا كوباية لبن أو كوبايتين لبن، وبيضتين، وشوية فلفل أسمر صغيرين، وشعرة ملح، وهقلبها حلو. وبعد الجلاش ما ياخد لون اقوم نازله بيه. ما شاء الله. انا بوريكم بقى ايه رايكم بقى في ام تغريد. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي في التعليقات ايه رايكم فيا. دلوقتي بقى بوريكم بعد ما قطعتها وطلعت حطيتها في الفرن. طبعا انا ما حمرتهاش قوي عشان ما يبقاش ناشف، ام عيالي عايزينه طري. في ناس بتحمره او وتنشفه يبقى مقرمش كده، بس هم قالوا لي يا ماما وانت بتعمليه ما تحمرهوش قوي، يعني خليه لون حلو كده. ما شاء الله. والوقت نزلت بالخلطه اللي انا قلت لكم عليها، اللبن والبيض وشعرة ملح وشعرة فلفل اسمر، وهتشرب من بعضها واسيبها برضو شويه.
والوقت بقى نزلت عشان ما عادش إلا 10 دقايق على الفطار، بافرّغ معاكم المكرونة، وكنت عملت العصير، بعتّ أيمن جاب باكوين عصير اللي هو التلج وعملته، وما شاء الله. طبعًا الأكل فضل منه لتاني يوم، قضيت بيه تاني يوم، قُلت لأ، في الغلو دي والحاجة الغالية دي النفر يحافظ على كل حاجة، فاض أكل عينته في التلاجة وتاني يوم طلّعته وسخّنته، خسارة. وما شاء الله، قُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. والوقت بقى هاقطّع الجلاش حلو، هافكّكه عشان ما يبقاش لازق من بعضه، وهاحطه في الأطباق، وهاجهّز الفطار عشان ما عادش إلا 5 دقايق. إيه رأيكم بقى في اللون ده؟ هُم اللي طالبين اللون ده، قُلت مش هاحمّره عن كده عشان هُم عايزينه طري. ما شاء الله، أنا بقى عمّالة أورّيكم وأقول لكم إيه رأيكم، تسلم إيديّا وحياة عينيّا. شايفين بقى ما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. وبعد ما نفطر هننزل السوق بتاعنا عشان نجيب شوكولاتة العيد، العيد فرحة، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي بمناسبة العيد. ودي شكل بقى الأكل، أيمن قال لي ماما أنا هانزل أجيب كيس شيبسي، كان لسه الدكان فاتح، قلت له خلاص يا أيمن انزل هات كيس شيبسي وتعالَ. ما شاء الله رصيت الأكل على الصينية وطلعت برّه عشان ناكل في الصالة. ما شاء الله، أنا بقى عمّالة أقطّع لكم في الجلاش وأقول لكم شايفين بقى عمايل إيديّا مليان لحمة، شايفين متوصية بعيالي إزاي. ما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي كِل منه. أنا عمّالة أقطّع وأورّي متابعيني حبايبي عشان يشوفوا إيه عمايل وتغريدي الحلوة. شايفين يا حبايبي؟ وهنطلع برّه بقى عشان نجيب الشوكولاتة، شايفين بقى أنا عمّالة أنوّع بقى إزاي. ودي شكل الشوكولاتات معايا، في شوكولاتة 180 وشوكولاتة 140. طبعًا أنا جبت كيلو من أم 180 وكيلو من أم 140 ونُص كيلو كراميلا اللي هي المشكّلة، توفي على كراميلا على شوكولاتة ملبن صغيّرة كده. شايفين بقى أنا عمّالة أورّيكم الشوكولاتات إزاي. ما شاء الله كانت جميلة وكان في زحمة موت، زحمة بطريقة ما كنتش عارفة أقف، الناس ورايا والناس قدّامي والناس عمّالة تروح توزن غادي وترجع تاني. وأنا بقى بافتح الشوكولاتاية قُلت له: "أنا هافتح واحدة." قال لي: "ماشي." فتحت الشوكولاتة باورّيكم إزاي، ما شاء الله والأسعار جميلة. طبعًا هي الشوكولاتة بيقولوا سعرها كده زي السنة اللي فاتت، الميجا ب180 واللي هي المشكّلة طبعًا أنا شكّلت كيلو من ده على ده، وشكّلت من أم 140 برضه ما جبتش نوع واحد، كبشة من هنا على كبشة من هنا وشكّلت الشوكولاتات كلّها. وبألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها، وكل سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب، ويخُش عليكم بالفرحة وبالسعادة. لو أول مرة بتشوفوني، دي قناة يومياتي أنا وماما، هتوحشوني. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.